السلام عليكم. هحضر النهاردة كيكة بدون فرن ولا بيض ولا دقيق. مكوناتها بسيطة جدا واقتصادية، حاجة كده سهلة تتعمل كيكة أو تورتة للمناسبات. وده شكلها من جوه وأنا بقطعها. طعمها جميل وخفيفة وسهلة، أي حد يقدر يحضرها. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. أول حاجة ببدأ أحضرها، بجيب كل مكونات الكيكة كده جنبي عشان أبدأ أشتغل فيها. طبعا معايا المكون الاساسي بتاع الكيكه هو بسكوت ساده، اي نوع بتفضليه. طبعا هو ده بديل الكيكه اللي انا هستخدمه. ومعايا كيلو حليب واربع معالق نشا وثلاث معالق دقيق وثلاث معالق كاكاو خام. النوع اللي استخدمته كاكاو اسباني خام اللي هو اللون الغامق. وكوب سكر وثلاث مكعبات زبده ومعلقه فانيليا. بجيب حله او كزرولة، بحط فيها كل المواد الجافه اللي معايا. حطيت السكر، بحط النشا، وهحط كمان الدقيق وكمان الكاكاو. تقدري كمان لو عايزة تعززي الطعم شوية ممكن نحط مكعبات شوكولاتة، بس انا استكفيت بالكاكاو وكان طعمه حلو برضو. قلبت كل المواد الجافة كده الاول مع بعض، وبعدين بحط الحليب. الخليط ده انا برفعه على النار، طبعا مع التقليب المستمر. اول ما بيغلي على طول كده بهدي النار، وبفضل اقلب فيه، مش بسيب ايدي من عليه خالص، لاني لو سبته من غير تقليب ممكن يعمل معايا كتل كده وهيضطر ان انا كمان اضربه في الخلاط. فلو قلبت فيه وهو على النار هيبقى معايا سمكه كويس ومش محتاج ان انا اضربه في الخلاط خالص. ودلوقتي انا رفعته على النار، وبعدين جيت بعد ما خلاص بعد ما قلبته وحسيت سمكه خلاص كده معايا مظبوط. بعد ما دقته كده حسيت ان هو محتاج سكر، زودت له كمان سكر. طبعا السكر لما بحطه وهو سخن عادي بيدوب معايا على طول. وبقلبه كده، ده السمك بتاعه، ده سمك الخليط. طبعا الخليط ده لما بيقعد بيتقل معايا. ودلوقتي بجيب صينية، جبت صينية مربعة. تقدروا كمان تجيبوا صينية مستطيلة، مفيش مشكلة. وعلى فكرة ممكن نعملها في صينية مدورة، بس طبعا بنكسر البسكوت. ودلوقتي حطيت لها كيس بلاستيك وعليها كمان رصيت كده البسكوت. برص اول طبقة. الصينية دي كانت كبيرة شوية فاخدت مني بسكوت كتير، يعني انا ما عملتش 3 بواكي دول، عملت كمان زودت 3 بواكي تاني، لان الصينية كانت واسعة معايا. وانا بحط التشريبة كده على طبقة البسكوت حسيت ان البسكوت كش، فحطيت كمان عمود تاني كده، لان طبعا لازم البسكوت يكون يعني قد الصينية بالظبط. فحطيت زي نص بسكوتة كده. طبعا البسكوت المكسر ده يعني كله ده بيتداري لما بحط كريمة الشوكولاتة عليها، فمش بيظهر طبعا ما بين الطبقات. دلوقتي عملت اول طبقة، دلوقتي برص الطبقة التانية. وطبعا طبقات البسكوت دي انت بتحدديها لو عايزاها عالية او واطية، بس يفضل يكون 5 أو 6 طبقات عشان تبقى معاها سمكها حلو كده وزي التورتة. بعد ما بخلص كل الطبقات بنفس الطريقة بحطها في التلاجة، بتاخد معايا يوم كامل عشان تتماسك معايا كويس. ولو مستعجلة ممكن نحطها كمان في الفريزر، يعني في الفريزر ممكن تاخد 4 أو 5 ساعات. ودلوقتي بحط الطبقة الأخيرة. أنا عملت تقريبا 6 طبقات من البسكوت، وبعدين بغلفها بكيس بلاستيك وحطيتها في التلاجة. زي ما قلت لكم بتقعد يوم كامل، أو لو مستعجلة تحطيها في الفريزر. ودلوقتي هحضر الكريمة اللي أنا هزين بيها التورتة. حطيت كوب كريم شانتيه خام، أنا بستخدم نوع هايبر المتحدة. وحطيت معلقتين كده من باستري كريم و3 معالق سكر. وحطيت عليهم كوب حليب متلج. طبعا لازم الكريم شانتيه نضربه بالحليب او بالمية المتلجة. هضرب في الكريمة كويس لغاية ما حجمها كده يتضاعف معايا وتبقى كريمة متماسكة. طيب لو حسيت ان الكريمة برضو ماهية معاكي ممكن يكون بسبب الحر، هنزود كمان معلقتين كريم شانتيه بعد ما بنضربهم وهتبقى متماسكة وكويسة معايا. تمام. الكريمة دي على حسب الجو، لو الجو حر فاحنا بنزود مقدار الكريمة البودر عن اللبن عشان تبقى متماسكة معايا.
ودلوقتي طلعت الكيكة من التلاجة، وده شكلها. هجيب السكينة وهقطعها كده من الحروف، هسويها من الحروف طبعا عشان لما ازينها تبقى متساوية معايا. البسكوت اللي انا بقطعه ده من الحروف طبعا بيتاكل، او ممكن كمان نحطه كده في بولات وعليه الكريم شانتيه، هيبقى شكله جميل وطعمه حلو. او ممكن كمان نجيب بولة كبيرة او طبق كبير كده ونخلطه من الكريم شانتيه كله مع بعضه كده، وهنحطها في الفريزر وهيبقى ايس كريم بالبسكوت، بيبقى طعمه جميل جدا. يعني هنعمل بيه كذا حاجة، او ممكن كمان نعمل منه ليزي كيك نحطه في قالب كده وبعدين بنحط عليه كمان شوكولاتة. بعد ما بسوي الكيكة كلها من الجناب بنضف الطبق كويس، وبجيب طبقة كريمة بسويها كده على سطح الكيكة، وبحط طبقة كده خفيفة من الجناب، عشان طبعا الجناب هنا انا هحط لها روزيتات فهتتدارى معايا. بس اهم حاجة عندي كانت الطبقة اللي هي من فوق تكون متساوية. وانا بشتغل في الكريمة حسيت ان حجمها مش هيكفي معايا التورتة كلها، لان أنا المفروض ان انا اعمل روزيتات حوالين التورتة دي كلها. فعملت مقدار تاني من الكريمة، عملت كوب كريمة على كوب حليب ومعلقتين باستري و3 معالق سكر، نفس المقدار اللي انا عملته. طبعا بالنسبة لألوان الكريمة تقدروا تستخدموا أي لون انتوا بتحبوه. أنا بحب ألوان التركيب، يعني أنا اللون ده استخدمت لون أحمر على أصفر فاداني الدرجة دي. بحب الألوان التركيب، بحسها بتكون أهدى شوية. بالنسبة للشكل اللي أنا بعمله ده أنا ما كنتش مرتباله، أنا عملت كده نظام وردات وسبت مسافة ما بين كل وردة ووردة، قلت عشان أعمل كمان روزيتات بلون تاني عشان تظهر معايا لون الوردات. ودلوقتي اهو بعمل الوردة الأخيرة. نيجي للون اللي انا هعمله دلوقتي، ده لون غريب شوية. انا اخدت باقي الكريمة اللي هي لونها كان الاورنج ده، وزودت عليه كده لون ازرق واخضر وموف، فاداني الدرجة اللي انتوا شايفينها دي. حطيت يعني بس ما حطيتش طبعا كتير، يعني حطيت كده نقطة ازرق على نقطة اخضر على نقطتين موف، طلع معايا اللون الجميل ده. انا لو جيت اعملها تاني مش هطلع اللون ده، لان انا يعني في تركيبة مش عارفة عملتها ازاي. انا لما باجي اركب الوان بجيب طبعا طبق بحطه فيه، يعني مش بحط الكريمة كلها، بحط قطعة من الكريمة وبحط الالوان اللي انا عايزاها، ولما الدرجة تعجبني فبزود كريمة. طبعا ما ينفعش العب في الكريمة كلها لان ممكن طبعا تبوظ معايا. زي ما انتوا شايفين درجة اللون كانت حلوة خالص وهادية ولايقة كمان مع اللون الاورنج للتركيب برضو اللي انا عملته في الاول. ودلوقتي اهو بعمل روزيتات من الجناب، يعني انا هنا عملت روزيتات كده حوالين الوردات، ودلوقتي بعمل روزيتات برضو من الجناب من تحت. وانا بعمل روزيتات حواليها كده حسيت برضو التورته محتاجه لون تالت، فاخترت ان انا احط لها كمان اللون الاخضر اللي هو يعني كانه فروع زرع كده طالعه من الورد حواليها. اللون الاخضر ده انا عملته لون اخضر عادي وحطيت عليه زي نقطه كده من الاصفر، فاداني برضو الدرجه حلوه جدا. بصوا التورته دي كمان ممكن نكتب عليها كده في النص اي كتابه لو عايزين نعملها لعيد ميلاد، او كمان ممكن نحط لها صوره. هي يعتبر كده خلاص خلصت. بس انا هنا حبيت انا اداري الفراغات اللي هي بين الروزيتات دي بالفروع الخضراء. عايزه اقول لكم هي لونها كده جميل يعني من غير اي حاجه. فدلوقتي هحط لها الفروع الخضراء اللي انا قلت لكم عليها. انا عملتها برضو تركيب، عملت لون اخضر على درجه يعني على نقطه كده من الاصفر، فاداني الدرجه الحلوه دي اللي انتوا شايفينها. عملتها في القمع اللي هو بتاع الفرع الشجره وحطيت حواليها. طول الكريمة في الصيف بيكون محتاج سرعة أو في مكان مكيف يكون أفضل، لأن الكريمة لما بتسيح مش بتطلع معانا الفروع أو الروزيتات معانا تطلع مظبوطة. لو ملاحظين أنا شغالة بعمل بسرعة على فكرة وبعملها كده عشوائي، لأن الكريمة كانت معايا شغالة تسيح، وطبعا لو ساحت خلاص تطلع الفروع مش مظبوطة خالص. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه ان شاء الله.
وهختم الفيديو بدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.